الشباب اللي عم تبيض مراجل على الانترنت كالعادة دقيقة ونص اللي عم تبيض مراجل وحرروا الرقة ودير الزور والحسكة وسوف نعمل بقصد وقصد هدوني. وهذا موسى العمر اللي عم تبيض مراجل على الفيسبوك بتعملوا لي زلمة. حقلكن شغلة، اولا كل شي عم تحكوه هذا الحكي والاعلانات المصدي الدولة مو شايفته، لأن الدولة قالت الأمور خير وطيبة وماشي الأمور بالتشاور يعني، وماشي العلاقات والمحادثات وكل الأمور على كيف كيفك يعني. هيك عم تقول الدولة وأنتم عم تقولوا حرب وقصد وسوف نبيدهم والله أكبر حررنا فلسطين. بس حقلكم شغلة، لا في شغلة مهمة. نحن ما بنقدر ناخد قرار لنشوف على اساس اردوغان بده يخطب اليوم او 12 الشهر بعد يومين في خطاب مهم جدا بعد تصريحات عبد الله اوجلان. هي اهم نقطة. النقطة الثانية، اذا مظلوم عبدي ما اجى حضر الاجتماع، يعني مظلوم عبدي لا سائل كان عن الرئيس ولا سائل عن المبعوث الامريكي ولا اجى شاركوا للاجتماع. شو تبيضوا مراجين؟ لو خايف كان اجى حضر الاجتماع. حاجة تبيضوا مراجل؟ خلونا نستنى خطاب أردوغان.